هلو هلو، اهلا بكل حبايبي ومتابعيني. عامله معاكم النهارده اختراع رهيب يا جماعه، ومحتاره اسميه ايه. جلاش بحشو الكريمه والمانجا، ولا جلاش كده باظظ منه الكريمه والمانجا؟ انا سبت لكم انا المهمه دي وسموه انتوا. شايفين شكله خطير وخفيف وحاجه تتعمل في 10 دقايق. شايفين جماله؟ اتمنى تجربوه، وصفه حلوه جدا. ويلا بينا نشوف المقادير مع بعض. اول حاجه هنبدا بيها هنعمل الكريمه. تمام، معايا هنا كوبايه من اللبن، معلقتين من السكر وزيهم نشا، ورشه فانيليا. هقلب الكلام ده كله على البارد الاول، وبعد كده هرفعه على النار لحد ما القوام يتقل معايا. هتشوفوا بعد ما يتقل هوريهولكم. اهو شايفين بقى القوام عامل ازاي. هحطه بقى في التلاجة يبرد شويه اول ما احضر الجلاش واقطع المانجا والكلام ده كله. اهو شايفين برد كده، هفككه بقى كده من بعضه. خلاص. اهو معايا هنا مانجا قطع متقطعه كده قطع صغيره، طبعا احنا لسه موسم المانجا ما شاء الله يعني مطول معانا. ومعايا هنا شويه من اللبن، حاطه عليه معلقه سكر ومعلقه زبده صغيره، دي اللي هدهن بيها الجلاش. خلاص. وطبعا ورقه الجلاش اللي هي ايه محطوطه عندنا في الفريزر دي بقى لها اسبوعين 3 او شهر كده، طلعيها بقى يلا واستخدميها. هدهن بقى طبقات الجلاش انا ليه حطيت سكر في اللبن والسمنه؟ بيخلي بقى طعم الجلاش نفسه مسكر، طعمه حلو كده. هجيب بقى معلقة من الكريمة بتاعتي، وهحط بقى الحشو المانجا، وهطبق كده. ما تخافيش اتقطعت منك، خدي ورقة تاني ولفيها عليها. اهو انا هقطع نص ورقة كده عشان بس انا مش عايزاه تخين، انا باكله كده خفيف جدا، عشان انا مش مكترة الورقات بتاعة الجلاش. اهو بقى زي الفل. هبدأ بقى اعمل واحدة تاني كده، ادهنه برضو بالخلطة دي. ودي بقى اقفلها عشان تبقى متينة كده وماسكة نفسها في الحشو. اهو حطيت برضو معلقة ومعلقة من المانجا، وهطبقها كده زي الايه، التطبيقة اللي انت عايزاها. انا هعمل معاكم شكل تاني، يعني انا عاملة تاني. اهو اعمل كده واحط على جنب لحد ما اخلص الكمية كلها. دي بقى جبتها طبقتها بالطول ولفتها كأني بلف سمبوسة بالظبط. دي لفة السمبوسة. برضو عملتها، مش عايزة تعمليها براحتك خالص، اعملي الاشكال الاولانية العادية اللي انا عملتها. خلصت بقى الكمية بتاعتي. هاجي بقى هنا في طاسة حطيت فيها برضو معلقة زبدة او سمنة اللي عندك، تكون سخنة كده، وهنزل بقى بالجلاش بتاعي. ولا فرن بقى ولا وجع قلب، في الطاسة كده بيطلع برضو مورق وجميل جدا. بس تكون النار ما بين واطية وشوية يعني متوسطة، مش عايزين عالية عشان ما يتحرقش. اهو شايفين لونه ذهبي وتحفة يا جماعة. في الوقت ده بقى كده قلبته الناحية التانية، ياخد برضو لون. الحمد لله، ولا فك معانا ولا الحشو طلع ولا اي حاجة. اهو خلاص بقى كده خد اللون كمان من تحت. هشيلهم بقى في طبق كده خارجي، وهبدأ بقى اسوي الكمية التانية. بس هشيل قطع الجلاش الصغيرة اللي واقعة دي عشان ما تتحروقش، وبالتالي هتتحروق ال- الحبة التانية اللي انا هحطها. حطيت برضو معلقة زبدة صغيرة، وهبدأ اكمل بقية التسوية. اهو تمام كده، خلاص خلصت الكمية كلها معاكم. اهو. وبقى خطير يا جماعة، الريحة فظيعة ومقرمش جدا. يعني هو كده مقرمش جدا. عايزة بقى تسقيه برضو بشوية لبن كده اللي فاضه، ده باللبن وفيه السكر وفيه السمنة، عايزة تسقيه كده برضو هيدي طعم حلو جدا، بس ما تكتريش عشان يفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته. اتمنى تجربوا الوصفة دي، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. دي قناتي انا سمسم وحبة البركة، وبألف هنا وشفا. باي باي.